عليكم الزينات، مرحبا بكم في قناتي. حبيت نقول لكم جمعة مباركة. اليوم تلاقينا في روتين يوم الجمعة، راح نشارك معاكم واش درت وراح نمد لكم نصائح قيمة حول مشروع الخياطة. درك ما تنساوش ديروا ابوني وما تنساوش تصليوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام، وتخليوا لي كومنتار مشجع، وخليوا لي رايكم في النوع هذا من الروتينات، اسكو يعجبكم ولا لا، واش راكم حابين نعود نشارك معاكم. سينو روتيني تاع اليوم تاع نهار الجمعة راني بديتو معاكم هنا بالقش. كنت نضت الصباح جات العين بكري، دوك بروفيتيت اني نبدا في القش نغسلو. هنا للتعطير برك راني نستعمل هذا تاع لايف، ريحته بزاف مليحه. درك جربت هذا، قبل كنت نستعمل الازرق تجي فيه ريحه النقاء كيما هك. دوك نحط غير قفال هكا منه يعطيني ريحه، يعني الله يبارك. نشلل من هذه وديراكت نروح نعصرها، الحوايج يسيحوا وتبقى فيهم هذيك الريحه، ريحه الانتعاش هيك تحسوها. هنا ثانا رحت غسلت صبابة حشاكم لين نلبسهم، دركا غسلتهم وحطيتهم يسيحوا. وكانت عندي خدمه في لاتولي، درك لازم كنت نهبط، وجدت حوايجي وهبط لاتولي. ودرك راني هابطه لاتولي كما على بالكم اليوم راهي الجمعه هكاك، وهابطه نخدم. درك عيطت لي واحده صباح قلت لي بلي غدوه صباح تحتاج قندورتها، وانا مازال ما كملتهاش. درك قلت نهبط نكملها عليا، والعشيه نقعد في الدار نروبوزي. هذا مكان. شوفوا انا بالجمعه ما نخدمش، دائما ما نخدمش ابارك يكون هكا ظرف خاص كيما هكا نهبط مثلا نخدم صباح بركه نكمل واش عندي، والعشيه انا روبوزي في الدار. دوك لازم نكمل قبل الصلاه، قبل ما توصل 12 بربي ان شاء الله نكملها. دركا نطلع الفيديو. توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ودرك نشارك معاكم الاوتفيت تاعي، شوفوا لي كيفاش. هذا راه جاي في المارون شوكولا، ومن هنا جاي كول كلودين هكا من هنا في الرقبة تاعو، وليمونج تاعو جايين هكا في البواني. وكما عودتكم اول حاجه نسبق بها نعمر لاشوديار تاعي. كما درك راني شعلتها بدات تصوني، معناتها راهي فرغت كومبليتوم من الماء. درك الحمد لله يا ربي راني كملتها هذه القندوره. عندك هذا القيس تاعها نحطها مع بعضهم. درك عندي الطابله هذه لازم نفرزها ونطيش ليشيت هذا، وبعدها نطلع نروح. درك راني كملت، ما طولت يعني، كنت متوقع اني نطول اكتر. درك هذا وين 10:30 راني نطيشها، ندي نطيش ليشيت هذا ونطلعوا للدار ندوشوا. وهنا غير وصلت للدار رحت وجدت بيجامتي وجال دوش وعديت ديريكتومون للدوش. بعدها بابا قال لي ديري الغرايف، وانا عندي واحد الغرايف نديرو كامل يعجبهم، وماشي تاع العجين، غرايف الفنيانات كيما تقولوا ماما. دركا ما خليتهاش في خاطره ورحت درت الغرايف. شوفوا نعطيكم الوصفه. راح نحتاجوا فيها 3 كيلات تاع سميد مع 1.5 كيلو فرينه، نزيدوا لها مغرف خميره مع مغرف سكر وشويه خميره كيميائيه كما راكم تشوفوا. راني درت هنا غير على راس المغرف، ونخلطوهم بالماء يكون دافي ماشي سخون وماشي بارد. تبقاو تزيدوا لهم في الماء حتى تشوفوا القوام هذا اللي نتحصل عليه. وجبت البرا ميكسار تاعي وبديت نضرب فيها كما راكم تشوفوا، نضربها بيان حتى يتحل هذاك السميد، ما يبقاش احرش كما حطيناه في الاول. ونزيدوا عليها 2 عظمات كاملين ونبقاو نضربوه. بعدها باه نزيدوا الملح كما تشوفوا، الملح راني ما حطيتوش في الاول. تبقاو تخلطوا بالبراميكسار باش تعرفوه باللي نجح معاكم. شوفوا هذوك الفقاعات ما غير نتوما تخلطوا وهو يخرج الفقاعات هذوكا. تحبوا تخليوه يخمر واحد 10 دقائق ولا تحبوا تطيبوه مباشرة. انا هنا خليته هكا شوية، رحت ذوبت الزبدة تاعي وحطيت الطاجين يسخن تاع الغرايف. شوفوا انا هنا كاستيس نمدها لكم، نحط شويه شحمه في قطعه قماش تكون تاع كتان ماشي في النيلون. بعد ما يسخن الطاجين نمسح هكا فيه،
درك مش راح يلصق معاكم الغرايف تاعكم نهائيا في الطاجين. درك نمسح غير المره الاولى، ماشي كل مره نمسح. وبديت هنا نطيب في الغرايف تاعي. شوفوا تحقوها بزاف هذا الوصفه، سيرتو لضياف الغفله، تحبوا ديروه صباح تشربوا به قهوه ولا مع العشيه، يجي خفيف وما يديش وقت واقتصادي. ويعني الغرايف في كل حالاته راهو اقتصادي، ما في حتى حاجه سبيسيال. ودوك نشارك معاكم وصفه الزيانه كيفاش نحبها، زيانه بالفرماج، انا نحبها نموت عليها. سينو شوفوا هنا كيفاش خرج مثقب الله يبارك. حنا نقولوا معين ثم يخرج هذوك ثقوب اللي هما العيون، نقولوا خرج معين الله يبارك. شوفوا لي والخفه ما نحكي لكمش، والله يجربوها هذه الوصفه، انا دائما نعتمدها. والسلاكة يعني سرتوك تكونوا مزروبين. شوفوا لي كيفاش طاب اصفر ما شاء الله. وهنا مازال ما درتلوش خلاص الزبده، درك اللي نديرها ياكلوها ما لحقتش باش نصور. نرجعوا للزيانه. هنا شوفوا كيف ما نحط العظام ونزيد نحط عليه فرماج المثلثات، هذاك هو اللي نحطه، ونزيد نحط ورقه من الفوق ونخليها طيب. انا وحطيت عليها ثاني السكر من الداخل كما راكم تشوفوا. بزاف نحبها بهذا الطريقه. درك ذقتها مره عند وحده وعجبتني، من ثم لي طول ديرها كل ما نديروا الغرايف لازم نديرها. والعظام هنا ما نطيبوش نطيب خلا حتى يشيح، نخليه شوي شوي نص نص. درك تجي فيها بنه مصرات، جربوها ورجعوا لي بالخبر. وسبحان الله كتبت انه كلاو منه ضياف هذاك على الغرايف. سينو هنا مع العشيه بعد ما درت العصير تاعي نضت هنا درت شاي فواكه الغابة، هذا بزاف بنين، حطيت له غير شوية سكر وبالماء سخون شربته يكالميكم هكا. والقو تاعو بزاف بنين، تحسوه تعليف خوي هكا وريحته منعشة. بعد هنا رحت طبقت القش اللي كان شاح مع السخانة هذه راكم على بالكم، ثم يشيح. درك طبقته وحطيت بودكاست نسمع فيه هكا باه نستغلوا الفرصه. هنا راه كان مازال ما وصلش العصر، بعدها اذن العصر رحت صليت. وكي نقولوا نهار الجمعه ونقولوا سوره الكهف، درك قريت سوره الكهف الحمد لله. حاولوا تواظبوا عليها كل جمعه، يعني القران دائما نورمالمون دخلوه في نهارنا يوميا. هنا كنت رحت الجوع درت شويه كسكروت كما هكا في الخبز. جبت طماطم قصيتها مع الفلفل حطيتهم شاحوا من هذاك الماء تاع الطماطم. بعدها زدت عليهم الزيت وخليتها طيب. تجي يعني هكا نحبها انا بالطريقه هذه. تقدروا تزيدوا عليها فلفل اكحل ولا كمون، ولا تقدروا تكسروا عليها العظام، انا نحبها كما هكا. ودركا راني في العشية عندي الفستان هذا تاع بنوتة صغيرة راح نديرو من بقايا القماش برك، راح نشاركو معكم في القناة تاعي الثانية. اللي ما على بالهمش بلي كاين عندي قناة ندير فيها الخياطة، تعليم الخياطة من تحت الصفر. نخلي لكم الرابط تاعها في صندوق الوصف، درك ادخلوا لها واشتركوا فيها. راني نشارك معكم ثم فيديوهات ودي موديل نخيطهم نحطهم ثم، وفي نفس الوقت راهي قناة تعليمية. ودرك راني جاية نجاوب الأخت اللي سقساتني قالت لي أذكر خياطة فيها دراهم ولا ما فيها. درك أنا جيت أول حاجة نقول لك حسب وجهة نظري أي حاجة تتعبي فيها وأي حرفة راهي فيها دراهم، ثم أي خدمة تقدميها للمجتمع أكيد راح يكون عندها يعني دخل لك انتي. درك واش كاين وحده تنجح في المجال هذا وتبان عليها، وكاينه وحده ما تنجحش في المجال هذا هو الفرق الوحيد اللي كاين. درك انتي الا راكي حابه مثلا نجيو المشروع الخياطه نهضروا بما انه يعني الدومين تاعي الخياطه، نهضروا على موضوع الخياطه وتقدروا تسقطوه على الحرف الاخرى. درك مثلا الخياطه انتي حابه تنجحي فيها وتتطوري فيها، واش ندير؟ انا نخطط للمشروع تاعي هذا بالورقه والستيلو، فهمتوا زيما؟ اسكو راني حابة نطوروا المشروع تاعي هذا ولا حابة نبقى في نفس النقطة؟ راني حابة مثلا نعود نخدم للولايات الاخرى، حابة نحل حانوت، ولا حابة ندير ورشة، ولا حابة غير نخيط في الدار نخيط غير ليا مثلا والخواتاتي برك، هذا مكان. فهمتوا؟ درك لازم تحدوا انتوما وين راكم حابين توصلوا.
درك فرق بين وحده تخيط غير ليها وللدار تسمى العائله القريبه برك، وفرق بين وحده حابه تحل اتولي مثلا وتخدم لي كوليكسيون كبار. درك هذيك اللي تخدم غير في الدار تلقاها الحاجه اللي تدخلها تعاود تروح تصرفها على روحها تشري واش حبت هي مثلا كوسميتيك، ولا على عكس هذيك اللي حابه تروح بعيد وش دير المبلغ اللي يدخل لها اكيد راح تقسمه، راح تنحي الجزء تاعها جزء منه تنحيه على اساس انها تطور المشروع، يعني جزء من المداخيل تاعها راح يروح لتطوير المشروع، راح تزيد في الماشينات، راح تزيد مثلا في الحوايج اللي يعاونوها في لافينيسيون، تسمى راح تبدا توسع. مام هي في راسها راح تبدا توسع، راح مثلا تزيد تدخل دورات اكثر تعليميه اكثر. كمثال كانت تخيط غير الجبب تاع الدار، تزيد تدخل دورات انها تخيط اللبسه تاع برا، بعدها مثلا تخيط لي سواغي وهكا. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. اكيد ثاني راح تبدا تطور من خدمتها كمثال من ناحيه لومبالاج، راح تبدلي من كنتي تمدي لهم مثلا في ساشيه عاديه، درك راح تجيبي امبالاج سبيسيال ليك، راح تخدمي على الصفحات تاعك، راح تخصي مبالغ للسبونسور باه تطلع لاباج تاعك، على عكس واحده مثلا تخيط في الدار ماهيش راح تدير هذا الشيء كامل لانها راهي تخيط غير ليها وللعائله تاعها فقط. واللي يقولكم الخياطة ما فيهاش دراهم راهو يكذب عليكم، اكيد فيها دراهم. وكاين ناس شفتهم يعني قدامي بداو من تحت الصفر وربي فتح عليهم وتسمى داروا طوموبيل من الخياطة، داروا ديار من الخياطة. درك وش هي لازم تعرفوا كيفاش تتصرفوا، مشي الخدمة كي تدخل لكم رأس المال هذاك تاكلوه وتزيدوا تروحوا للربح هذاك تزيدوا تصرفوا على رواحكم في التفاهات. درك حاولوا دايما انكم تطوروا من الخدمة تاعكم وتطوروا من رواحكم، ودايما خموا على المشروع هذاك كأنه بيبي صغير وراهو يكبر معاكم. واول حاجة لازم تديروها قبل هذا كل انكم تتوكلوا على ربي سبحانه، ودايما تدعوا ربي انه يوفقكم، لانه مهما تشطاروا ومهما تقولي ندير وندير بصح يكون ما يوفقكش ربي سبحانه والله ما توصلي وين راكي حابة. وتبقى نقطة ثانية انه ربي راهو يشوف التعب تاعك هذاك والسعي تاعك، اكيد من ربي سبحانه مش راح يخيبك. دركا كنصيحة اي مجال راكي حابه تبدعي فيه ادخلي له وعينيك مغمضين فقط اتكلي على ربي سبحانه وراح تروحي لبعيد باذن الله. درك ما تبقاوش غير تشاهدوا وتاجلوا كل مره غدوه نبدا اليوم نبدا غير غدوه نبدا، لا ابداي من الدقيقه هذه. حابه ديري حاجه نوضي درك بعد ابداي ديريها. ان شاء الله تكون وصلت الرساله. واي سؤال واسئله اخرى حبيتوا تطرحوها عليا اكيد راح نجاوبكم بكل مصداقيه، وش شفت انا وش عشت ثاني راح نجاوبكم كل شيء. درك كان هذا هو الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله يكون اعجابكم وخليوا لي رايكم فيه، وما تنسوش تشتركوا في القناه، ونخلي لكم ثاني رابط الانستغرام تاعي من تحت. اتهلاو لي في رواحكم، سلام.